ما تيجي اقول لك فكره بنعيشها ازاي. وسابع ازاي معانا هي ازاي ما تلاقيش عروسه. يلا بينا يلا بينا. عاده الفيديوهات اللي من النوع ده بتناقش ازاي تتجوز، اسرع الطرق للجواز، لكن النهارده جايين نناقش ازاي ما تتجوزش بسهوله الا بقوه قاهره، اراده ربانيه. اول الاسباب اللي تمنعك من ذلك انك ما تبقاش حرج، ما تبقاش خلقت مع 3 4 بنات، نزلت معاهم ديسكوهات كافيهات، روشت وصرفت عليهم جنيهات. تاني سبب انك تبقى لخمة. هتقولي ما هي مش حرج، اقول لك لا، المنيو يا صديقي مختلف والسلطة انواع. لخمة هو اللي مش قادر يلاغي، وبلغة الشارع مش عارف يشقط، ما بيفهمش الافيهات، مالوش في القلاشات. التالتة يا سيدي انك ما تبقاش جان ولا مهتم بنفسك. والبنات يا عزيزي لهم لغوة، لهجة خاصة وشفرة محدش يقدر يفكها غيرهم. صدق اللي قال سيب البنت تحبك، حب البنت تسيبك. واعرف واحد دايما يقول البنت تفضل تقولك عايزة اتجوز عايزة اتجوز، اول ما تروح لها تطلع 100 تعزة وتعزة وتقولك مش عايزة. واللي ما شافش فيلم البنات عايزة ايه فاتوا كتير. ومن خبرتي المتواضعة اقدر اقولك ان البنات عايزة ايه، عايزة ابيضاني عنده شقة وعربية، ولو يقدر يجيب العروسة بالمرة، وما يكونش بيصباص، ما يخونهاش، ولو خانها هتعمل زيه عشان حرية المرأة. انت ما شفتش انا شهيرة انا الخائن؟ وعشان تبقى قوية يا تفتح بيزنس زي حكايتي يا شغالها معاه زي ضرب نار. انا مش قاسم امين، لكني من انصار المرأة والفطرة، الفطرة اللي من الدين، واللي فيها ان المرأة ينفع تشتغل الشغل اللي يناسبها في الاعمال اللي ما تناسبش الراجل، او اللي ينفع تشاركوا فيها. والاتنين ما ينفعش ينسوا ان قانون الفضل هو اللي لازم يحكم شراكتهم مع بعض. لما كنا صغيرين علمونا ان الام مدرسة، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. ولما كبرنا عرفنا ان الراجل يقدر يصنع اي شيء، لكن الست هي اللي بتصنع الراجل. هي امه التي ولدته وقامت على تربيته، زوجته شريكته، وابنته التي قد تشيله اذا اقتضت الامور. انت ما شفتش يا رب ولد؟ اخيرا ورغم الكثرة فيا رب يا رب زوجة من الصالحين لعبدك الفقير تكون ذخرا لي منها ذرية طيبة. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.